سمرة، زق عجلك. مراد بيه مش فايقلك النهارده. سيبك من سالم، اقعدي يا سمرة اقعدي. تقعد فين يا عم مراد؟ روح يا بنت شوفي شغل. وبعدين معاك يا سالم، اسكت انت. شفت بيعاملني ازاي؟ شفت انا مستحمله ايه؟ انا لو مكانك مش هستحمل كده يا سمرة. انت فاهمه ان مراد بيه قاعد لك على طول؟ طب ما هو ماشي بعد شويه. سالم، ممكن اخويا تزق عجلك شويه؟ نعم. ايه؟ عايز اتكلم كلمتين مع سمرة. يا اخويا يلا بينا، ما عندناش وقت. خلاص يا سيدي خليك قاعد. شوفي بقى يا سمرة، سالم ده سري كله عنده وسره كله عندي، بيعرف عني حاجات ما حدش غيره يعرفها. ربنا يديم المعروف يا اخويا، هو خد منك حاجه ما رجعهاش. شفت بتقول ايه؟ يا عم قوم وانت فاضي. من فضلك انت ما تتدخلش في الكلام. هو كده على طول حشري، بيتكلم في اللي له فيه واللي ملوش فيه. انا هسألك سؤال يا سمرة، انتي بتحب الجدع ده؟ هو عارف. يعني لو الجدع اللي اسمه عبده ده او اي حد تاني معاه طلبك للجواز، هتختاري اي حد منهم ولا هتختاري سالم؟ هو عارف. هي الصوانه يا بت. هو عارف ما احنا كلنا عارفين. يا عم قوم الله لا يسيئك. عبده جاله وطلب منه يتوسط عندك عشان ترجعي له. ارجع له؟ وهو يعني ملاش غير سالم عشان يتوسط عنده؟ اخوك الكبير بقى. لا انت مش اخوي، انت عمري كله. عشان كده هو مش قادر ياخد اي خطوه. اخص عليك يا سالم، عشان كده بحبك اكتر. قلبك الكبير اللي بيساعد الدنيا كلها. بس بقى على فكرة، عبده البش جالي البيت عشان يترجاني، لكن انا قلت له لا خلاص، اتكل على الله، روح لمراتك. سكتك خلاص بقت مش سكتي ومش هنتقابل فيها تاني. خلاص نتوكل على الله، ما نضيعش وقت اكتر من كده. خير البر عاجله. احنا نقدر نتكلم مع الست الحاجة امتى؟ اصبر بس يا مراد. بكرة تشرفونا اخر النهار. مبروك. يلا قبل ما اغير رأيي. مش هتوصلني؟ طبعا هيوصلك من النهاردة حتى آخر العمر. ربنا يخليك ليا يا مراد بيه ولا يحرمني منك أبدا. ممكن أبوسك؟ ايه؟ لا طبعا. ممكن طبعا يا سمرة، وبالعند فيه. عرضوا عليا رشوة أكتر من مرة وبمبالغ خيالية. طبعا أنا رفضت إني مجرد إني أبصلها، وبعد كده هددوني وقلبوا عليا رئيس القسم، ولما لقوني مصرة ما مضيش على الكلام. بص بقى يا فندم، أنا هعترف لك بكل حاجة. السن 25 سنة، الأب أمين مخازن في مصنع الحديد والصلب، ماليش غير أخ واحد بس وسافر بره عشان يكون نفسه. ولا أقول لك، تحب أحكي لك من أول ما دخلت المدرسة لحد دلوقتي؟ كل ده ما يهمنيش، أنا عايزك أنت بس. كنت أقول له إن اسمي سمية وبحب ابنه خالد. بابا محتاج أعرف حاجات أكتر من حبي ليك ومن قلبي اللي بقدمه لك. بحبك يا سمية. الفقر عمره ما كان عار. وانا ما قلتش انه عار يا بابا، انا قصدي ان احنا مش عايشين في جزيرة لوحدنا. مش معقول بقى نفضل راكبين دماغنا كده على طول والدنيا حوالينا في اتجاه واحنا في اتجاه تاني خالص. افهم من كده ان موقف مراد بيه البهية واللي قاله له تأثير عليكي؟ ما انكرش انه كان ليه تأثير عليا، خلاني احس ان انا قليلة قوي رغم ان انا مهندسة وليا مكانتي وبعتز بده جدا.
انما كل ده عند مراد بيه واللي زيه بيساوي صفر قصاد القوة والمال والنفوذ. حاولي تشيليه من دماغك وتنسيه هو وابنه خالص. سمية، سمية. نعم يا بابا. ايه يا بنتي مالك؟ ابدا مفيش. انا عارف لسه قلبك مجروح يا بنتي. لا ابدا يا بابا، دي كانت محنة ان شاء الله هعديها. ربنا يحميك يا بنتي ويبعد عنك كل سوء. اطمن يا بابا، انا خلاص قررت امسح كل اللي جوايا وافتح صفحة جديدة. ربنا يهديكي ويسعدك يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عتمان، أهلا يا أخويا، أهلا وسهلا. يا دي النور يا دي الهنا، اتفضل. الله يبارك فيك يا حاج متولي يا كبير البلد كلتها. الله يكرمك، الله يحفظك. ازيك وازاي اللي عندك؟ الحمد لله، ولا ينقصنا إلا رؤياه. ده كساد غلفت ماني قدامك اهو، انت هتبشر عليا. يا مولانا لين دماغ البنية شوية عشان الولد رجليه حفي وقعدته في البيت طالب بعد ما رجع من الغربة وعاوز يتأهل. كل شيء اسمه نصيب يا عتمان. بقول لك ايه، خلي ابنك يدور له على بنت تانية. ليه بس؟ البنت بتكبر وقعدتها كده جنبك مش صح. يعني أنا غاوي قاعدها جنبي يا عتمان، ولا يعني عايزني اجوزها غصب؟ افهم بس، هي مش موافقة على شو ابني ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا ابله ايمان. ازيك يا عم عثمان؟ ازيك يا ابله ايمان؟ والله البلد بحالها طول النهار ما لها سيره غير سيرتك. ايه سيرتها؟ معناته ايه الكلام ده؟ بالخير والله يا عم متولي، اصل الابله ايمان خدت جايزه المدرسه المثاليه على البلد كلتها النهارده. غريبه واني معرفش. يابا ودي حاجه جديده، ماني باخدها كل سنه. ايوه هي كانت مستنيه لما تاخدها على مستوى المحافظه كلتها وتبقى تقول لك. تستحقيها والله يا بنتي، وعلى مستوى الجمهوريه كمان. الله يحفظك يابا. وانت فاكر ان ابوك بيقول لك الكلام ده مجامله؟ الله في سماه، ما في مدرسه في البلد الكل بيحبها وبيقول عليها ان هي في المدرسه بتخاف على الاولاد وتعتبرهم ولادها واخواتها، غيرك انت يا ابله ايمان. الله يخليك يا عم عثمان. اوعى تكون بتقول لها الكلام ده عشان توافق على المحروس ابنك. لا، هي عارفه ان انا ما بجاملهاش. جرى ايه يابا؟ وده اسمه كلام برضو. اصل عمك عثمان ده حبيب عمري، ولسه كان بيسالني دلوقتي ليه ايمان مش موافقه على الجدع. ولو كان في سبب يا بنتي قوله لنا، ولو ليك اي طلبات انا رقبتي سداتي. الله يخليك يا عمي. شوقي ده والله ما يتعين، بس انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي خالص. ايه قولك بقى؟ ورينا يا سيدي بقى الابداع ده. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله. لا حاجه حلوه قوي، هايل هايل. وفين المكان ده؟ ده في مصر الجديدة يا مراد بيه. مصر الجديدة. أنا مش مختلف مع إنه يكون في مصر الجديدة طبعا، شيء جميل، بس أنا كان يتهيألي إنه يكون أفضل لو كان في مكان كده مع الناس، في وسط الناس، يعني يكون في منطقة شعبية مثلا. يا مراد بيه ده مشروع قومي، وجوده في أي مكان مش هيأثر على وضعه. والله وجهة نظر سليمة، أنا مش مختلف معاها. أفهمتني كويس كويس، حاجة هايلة. مصر الجديدة ليكن هايل هايل، نتكل على الله. حاضر يا فندم، بس نعمل حسابنا إن شغل الدار ما يكونش على حساب أوقات العمل الرسمية. لا مؤاخذة يا فندم، أمن البوابة اتصل وبيقول إن وكيل الوزارة وصل الهيئة في زيارة مفاجأة. مفاجأة؟ طيب حيث إنها مفاجأة أنا قاعد في مكتبي. حضرتك مش هتستقبله؟ ما تشغليش نفسك انت بالمسائل دي يا منى. لو سمحت يا ممدوح،